صفارات الإنذار بتشق السما بصوتها المرعب. الشوارع زحمة ومقفولة والناس بتجري في كل حتة عشان تهرب. الغريزة الأساسية إنك تجري وتندمج مع الجموع اللي بتهرب، لكن وقت الإخلاء الشامل مش دايما أحسن حاجة إنك تجري وتهرب. الأهم إنك تحدد مكان أمانك. لما يبقى الوقوف في مكانك هو الحل الوحيد. الهدف إنك تلاقي الملاذات دي اللي بتتحول لحصون منيعة والجنون بيعم بره أسوارها. في البداية بص لتحت، الملاجئ اللي تحت الأرض والمخابئ المحصنة تفوقها واضح ومش محتاج كلام. بتحط كميات ضخمة من التراب والخرسانة المسلحة كحاجز بينك وبين الخطر اللي جاي، سواء كانت غضب الطبيعة أو شبح الإشعاع النووي المرعب. دي أكتر بكتير من مجرد أقبية مليانة عنكبوت. فكر في أونتاريو بكندا اللي فيها ملجأ آرك 2، منشأة ضخمة مساحتها 10,000 قدم مربع، مبنية بذكاء من 42 أتوبيس مدرسة مدفون تحت الأرض، تقدر تستوعب 500 شخص، وفيها مركز اتصال خاص بيها. لكن المخبأ ملوش أي لازمة لو فضل مش جاهز. الصيانة أهم حاجة. لازم تتأكد إن كل أنظمته شغالة تمام، وإنه متزود بالكامل بالأكل والشرب والمستلزمات الطبية قبل أي احتياج محتمل بوقت كافي. بعد كده فكر في الحصن اللي جوه بيتك، الأوضة الآمنة المخصصة. الطريقة دي مش معناها إنك تجري مكان بعيد، بالعكس هي إنك تمتلك ملجأ محصن تقدر توصله في لحظات. الأوض الآمنة الحديثة فيها حيطان متحصنة وأبواب قوية مصمتة، وممكن كمان يكون فيها أنظمة تنقية هواء مستقلة. العنصر الأهم هو بعد النظر، في حين إن تعديل أوضة موجودة ممكن، لكن دمج أوضة آمنة في مرحلة التصميم المعماري الأولية للمبنى بيثبت إنه أكتر فعالية بكتير. ممكن تحصن الحيطان باستخدام الأبليكاش وتركب ألواح مقاومة للرصاص وتقوي المبنى بشكل عام. إطار الباب ده بيحول دولاب عادي أو حتى مكتب لقلعتك الحصينة الخاصة بيك. ثالثاً، لو كنت في عمارة عالية في المدينة، دور على منطقة اللجوء المخصصة. من الدور 30 الوصول للشارع مستحيل عملياً. المناطق الآمنة المحددة دي مبنية بالضبط لظرف زي ده. دي بتمثل مناطق قوية إنشائياً، وغالباً بتكون جنب السلالم، مجهزة بأجهزة اتصال خاصة بيها باتجاهين عشان توصلك مباشرة بفرق الطوارئ. قوانين البناء في دول كتير دلوقتي بتنزم بوجودها. اعرف كويس مكانها فين في دورك. التدريبات المستمرة مش مجرد إزعاج من الشركة، دي بتنمي الاستجابة الغريزية اللي ممكن توصلك هناك حتى لو عقلك مشوش. رابعاً، فكر في الحصون التاريخية، ملاجئ الغارات الجوية، عدد كبير منها اتبنى خلال صراعات سابقة، مواقعها استراتيجية وقوية بشكل ملحوظ. علاوة على كده، مش مجرد آثار تاريخية، دول زي سويسرا وإسرائيل حافظت باستمرار على تطوير أنظمتها الواسعة. سويسرا عندها قدرة استيعابية كافية للملجأ لكل سكانها، وفيها تهوية حديثة عشان تحمي من التهديدات الكيميائية والبيولوجية. بموجب مرسوم قانوني، إسرائيل بتدمج مناطق محصنة في كل مبنى جديد. الصعوبة بتكمن في التمييز بين اللي متاح للعامة واللي ملكية خاصة، وفهم إجراءات الدخول وقت الطوارئ. وخامساً، فكر في الحصن اللي مش أوضة لكن ممر، مخرج الطوارئ أو مزلقان الهروب. لو دورك اتعرض للخطر والسلم بقى مستحيل العبور منه، ده بيتحول لمنقذك العمودي. دي آلية خروج سريعة بتسمح بنزول متحكم فيه. تخيل حاجة أعقد بكتير من مجرد سلم هروب من الحريق. منزلقات الهروب الحديثة المصنوعة من مواد قوية زي الكفلار بتتفرد في لحظات من مكانها المدمج، لكن فايدتها بتختفي من غير تعليمات صحيحة. أنظمة التعليمات دي مش بتتحط كده وخلاص من غير سبب. إتقان الدخول الصحيح والتشغيل والخروج من المنزلق ده ضروري وحيوي. حصنك ده بيوفر طريق واضح ومتدرب عليه للأمان. ملاجئ تحت الأرض، غرف محصنة، ملاذات مرتفعة، مآوي قديمة، ومسارات هروب محددة. ال5 أماكن دول بيتجاوزوا مجرد الخرسانة والحديد، هم بيمثلوا خطة معمولة بدقة، نهج استراتيجي بيعتمد على البصيرة، تحضير دقيق، والانضباط اللي لا يتزعزع عشان تحافظ على استعدادك. لأن لما الناس كلها بتهرب، الحصن الأهم مش مجرد مكان مادي،